سبني دالي دراهمي، كاين محاكمة يوم القيامة. ها سبني هضر فيا، خليه يهدر. دا الدراهم صح داهم بصح ندسو يوم القيامة، ندسو. كاين محاكمة يوم الغد، كاين رب عادل ما يروح لك والو. محاكمة يوم الغد. السلام عليكم. قولوا لي الإخوة، واش هذا فقيه؟ واش هذا تأمن فيه؟ هذا غير الصوت نتاعه ما عندهش واحد الهيبة، غير في الصوت يهضر معك تحسب بنت عندها 16 عام راها تبكي. بنت أو ولد عنده 16 عام راه يبكي والله. زائد شتا هو الموضوع اللي تطرق له، كان احنا هادو من بكري تاكلين عليهم معولين عليهم انهم في الصفوف الاماميه ياك، هما يفهمونا وحنا علينا بالاحترام ليهم هاد الشيوخ، وحنا ماشيين بصح. من بعد العقل ولا يقول حل للشرح باغي يقول هذا الكلام. يعني حاجه مثلا سبني وهدر فيا، هذيك روح قولها للحكام اللي راهم اللي يهدر عليهم يدوه يعتقلوه، هذه يقولها لهم ليهم. اما انا لا سبني واحد ولا هدر فيا ولا حاجه عاديه، هذه عندنا الفراغ بزاف حنا جاته فرصه باش يفرغ الغضب تاعه عليا انا من يكون في القهوه والنوض، نسيتو لما خلصت القهوه هذا ما كان. اما الشيء اللي راه يقول فيه قراف ولد الحرام، هذا الفقيه هذا قراف خطر. واش معناتها؟ واش راه باغي يقول؟ يعني الشعوب نتاعنا شايفه روحها مظلومه، الحكام داو لها حقوقها، داو لها دراهمها، داو لها كل شيء، سلبوها خلاوها زليط عريانه. اي هو راه يدير لهم اليبره، يقول لهم صبروا صبروا، مش يقول لهم الصبر ضروري، ولكن شوفوا كي تخطوا باش تدوا حقوقكم هنا في هذه الدنيا اللي انت راك عايش فيها مليح. انت الفقيه راك عايش فيها علامه، الحكام متهلين فيك والشعب الغابي متهلي فيك حتى هو، ماشي يعمر لك الجامع ويتهلاو فيك والفاتحه وكاع في زوج تلاقاو، كي الحكام كي الشعب. ايوا باش ما دير حتى حركه تسنى يوم القيامه، تسنى حتى يوم القيامه. هنا مشيت في داهيه والحكم يتمتع، وماذا به الحكام يقولوا هاد الهضره: حسبي الله ونعم الوكيل، غدا سنلتقي امام الله ونتحاسب عن كل صغيرة وكبيرة، ويسألك الله من أين أتيت بهذه الدراهم وفي ماذا أنفقتها. علامة هذه الفلسفة هذه طبقها أنت على روحك باش ما تكونش ظالم وتكون. أما الحاكم تدي حقك في الدنيا. شوفوا الفرق بين الشعوب، كاين شعوب راها تطبق هذه تاع سنتحاسب يوم القيامة ياك، واللي دالك حقق راه قلع لك من السيئات ودارهم في الحسنات، مع كي داروا هذا المقياس هذا اوكي. والشعوب الاخرى اللي ما تامنش بهذا الشيء يقول لك لا حقي هنا في الدنيا. يعني كاين فرق بين شعبين: الشعب اللي امن بيوم القيامه، الحساب يوم القيامه راه قاعد في الحضيض مقود عليه الى اقصى درجه، والشعوب اللي ما تآمنش بهذه حتى يوم القيامة ونقتص حقنا راها متطورة، لأن الحاكم عارف يتحرك يدير شي حاجة الشعب يتحرك معاه، وما يقول له سنلتقي يوم القيامة، لا هنا تعطيني حقي. فهمتوا هاد الفقهاء أو علاش مستعملينهم لهاد الشيء، لهاد الغرض، يصبرونا وكانوا موالد بكري كاع. على بالك قال لك من ماتوا جدودنا الوالا اللي جابوا لنا الدين، ليه عند قريش ماشي في الجزائر، ما وصلوا على الجزائر كانوا طايبين، هذوك جاو على حاجه واحده اخرى. قال لك كانوا ما عرفتش كانوا يديروا والله، تلفتها لي